بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل عليكم، يا صباح العسل. النهاردة جايلكم بوصفة حلوة جدا جدا جدا، بس حطوا لايك للفيديو ونسمي الله ونشوف الوصفة بتاعتنا دي بتعمل ايه. انا طبعا بقى بشجعكم، بس لقيت الفيديو فيه كلام كتير وتشجيع كتير، فقلت يا بنت اختصريه وايه وسجلها على الصوت. النهارده هعمل لكم وصفه حبيبه قلبي لكل الغسيل الابيض، الغسيل الالوان. ممكن على فكره، والخلطه ديت لما استعملتها برضو اشتلت الصدى اللي في قلب الاستانلس، بتنضف الاستانلس حلو جدا. في ناس كتير لما انا عملت الخلطة بتاعت الصابون بتاعت الغسيل الأبيض، في ناس كتير سألتني قالت لي يا زاهية هل دي تنفع للألوان؟ يا جماعة لأ، الخلطة اللي أنا كنت عاملاها أو العجينة اللي أنا كنت عاملاها للغسيل الأبيض ما تنفعش خالص للألوان، علشان احنا حاطين فيها كلور. أما أنا جايبة لكم النهاردة وصفة حلوة جدا، وممكن تنفع كمان ببواقي صابون من غير كلور خالص. ممكن في الوصفة دي تحط كلور ألوان، تنفع في الأبيض وكمان تنفع فين في الألوان. أما كلور من اللي هو الأبيض ده طبعا بيبوظ لكم الألوان بتاعتكم. هنسمي الله كده ونقول الوصفة بتاعتنا. معايا كوباية من السبيرتو أو الكحول، طبعا لازم التركيز بتاعه يكون 99%، اللي هو الأحمر ده كحول أحمر أو أبيض. معايا كوباية زيت. طب الزيت زي غالي، طب احنا هنعمل ايه يا جماعة؟ لو عندك زيت مستعمل حطيه، بس علشان احنا هنعمله للهدوم هنستغنى عن كوباية زيت. معلش لو حاجة غالية شوية، الناس بتقول التوفير والتوفير يا جماعة الخير. مفيش حاجة النهاردة اسمها مش هعمل، او مش حاجة مش هغسل هدوم عيالي او الكلام ده، كل حاجة عادت غالية. فاحنا بنعمل، ممكن تعملي كمية كبيرة تغسلي منها الابيض وكل حاجة، فهو اختياري بالنسبة لك. انا بعمل لك الوصفة وبالاختياري بالنسبة لك تعمليها تمام. انا حطيت كوبايه الزيت على كوبايه السبيرتو او الكحول، وقعدت اقلب في بعضه كده شويه لحد ما يختلط مع بعضه. بعد كده حبايب قلبي جبت نص كوبايه من الميه، هحط عليها 4 معالق كبار من الصودا الكاويه او البوتاص او القاش، معرفش هي في اماكن تانية اسمها كتير، معرفش ايه، معرفش والله. دوبت ال4 معالق على نص كوبايه ميه، هحطهم على الزيت والكحول وهفضل اقلب فيهم. هتتصبن معانا، هتبقى زي الصابون كده. زي ما انا قلت لكم برضو ممكن تستعملوا الصابونه البيضاء اللي انا كنت عاملاها في التركيبه او في الخلطه او في العجينه بتاعت الغسيل الابيض، ممكن تستعمليها. عندك بواقي صابون ممكن تستعمليها، بس انا بعمل لكم التركيبه بحذافيرها، وهتخلي معاكم الهدوم زي العسل، سواء الوان سواء بيضه، وهتشتري البقع. ويا جماعه الخير، الناس اللي سالت برضو على التركيبه او العجينه اللي انا عاملاها للغسيل الابيض، اولا هي مش بترغي كتير، هي مش احنا مركزين ان هي تشتري البقع تنظف تبيض، بس هي مش بترغى كتير، فبتبقى حلوه جدا للغسالات اللي ما بتبقاش تعمل رغوه تمام. هنا الصابون بتاعنا زي ما انتم شايفينه، ممكن كمان علشان العجينه بتاعتك تفك ممكن تسخني شويه ميه وهتبقى معاكي زي العسل. هنا عندنا الصابون بدأ يتصبن معانا اهوت. هفضل اقلب فيه، شايفين الشكل بتاعه بيبقى عامل ازاي. هاخد الكميه دي كلها واحطها في الحله الاستانلس. والناس اللي سالتني على الحله الاستانلس ديت انت جايباها منين يا زاهيه؟ والله يا جماعه كنت في سوق الجمعه وكنت جايباها ب50 جنيه، الكلام ده كان من فتره. هحط رتل من الميه السخنه عشان تقدر تدوب الصابون. شوفوا بقى، عشان تعرفوا من غير ما نحط اي مسحوق خالص، احنا حطينا الصودا وحطينا الزيت وحطينا الكحول، هتشوفوا الرغاوي. الرغاوي اصلا من كتر ما انا كنت بشتغل ما كنتش شايفه الخلطه اللي تحت. كميه رغاوي بقى بسم الله ما شاء الله، حاجه زي الفل. هنفضل نقلب 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 لحد ما الرغوه بتاعتنا ديت او الصابون بتاعنا اللي احنا عاملينه يفك خالص زي ما انتم شايفين اهو. في مكونات تانية هنحطها طبعا عليه. هحط نص كوباية سكر. هتحط نص كوباية سكر، احنا قلنا نص كوباية السكر بتعزز الرغوة وبتبقى حلوة. مش حلوة ان هي الوصفة طعمها حلو انا ناكلها، لا، بتعزز الرغوة يا جماعة وبتخلي الحاجة تبقى حلوة كده. وهتلاقي لونه، الخلطة بتاعتنا بدأ لونها يفتح، بقى لونها يفتح. وزي ما قلت لكم علشان الناس اللي سألت على الخلطات للغسيل الألوان ديت حلوة جدا 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 تمام. هنا حبايب قلبي كده حطينا نص كوبايه من السكر، هنبدا بقى نحط بقيه المكونات. جبت برضو رتل من الميه، هحط عليها معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من الملح. هقلبها كويس جدا جدا، وبعد كده حبايب قلبي برضو ايه، هحطها على الخلطه بتاعتنا تمام بالشكل ده كده اهو.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت اللي يشوف الله الفيديو يحط لايك يا جماعة الخير، وكمان اللي ما بيشوفش او الاشعارات ما بتجلوش يا ريت يشترك في القناة، ان هو يلغي الاشتراك وفعل الجرس تاني واشترك تاني. شوفوا كل ما بتزودي حاجة الرغوة بتزيد، كل ما بتحطي حاجة الرغوة بتزيد. طبعا بتقولي يا زاهية حيرة يا جماعة الخير، في ناس بتطلب الحاجات ديت واحنا بنعمل برضو ديت بقى ايه، معلقتين كبار من الزهرة البيضة، معلقتين كبار من الزهرة البيضة، وهنقلبها برضو. تمام، هنفضل نقلب فيها كده برضو لحد كل المكونات ديت ما تختلط على بعضها. تمام كده حبايب قلبي. الخلطات دي كنا بنعملها زمان يا جماعة قبل الكلور وأيام ما كانت الأمهات بتغسل بالصابونة البيضة الكبيرة كده وكانت تبشرها وملح ليمون وحاجات من ده كله، وكانت الغسيل بيبقى زي الفل لأن ما كانش فيه غسالات. يعني كان زمان الناس بتغسل في التشط، فاحنا بنرجع بالوصفات القديمة بتوع أمهاتنا بتاع زمان، وكانت الهدوم بتبقى بتشف وترف زي العسل. وبالذات بقى الكستور المقلم عارفينه اللي كنا بنجيبه من الجمعية زمان. بعد كده حبايب قلبي حطيت معلقتين من البيكنج باودر، لا عفوا من البيكنج صودا اللي هي الايه بتاعه الطعميه دي. تمام، وهحط كمان برضو معلقتين من ملح الليمون. انت لو كنت دوبت المعلقتين اللي في الماء ملح ليمون في الميه السخنه، في ميه سخنه، كان عمل فوران جامد جدا جدا. شايفين الرغوه يا جماعه وكل مدى بتتقل ازاي، حاجه كده زي العسل. كده خلصت يا زاهيه؟ لا، برضو احنا عاملين الحاجه ديت هنعززها برضو ونحط لها حاجه تدي ريحه، تدي ريحه برضو وتحسن من الخلطه بتاعتنا. حط معايا هنا كوبايتين او كيس صغير من الاوكسي. تمام، يعني كيس الاوكسي دوت في الغساله بتاعتي اللي هي الكبيره ديت ما يغسليش غسله واحده، ما يغسليش غسله واحده. الخلطه دي ممكن تغسل لي هدومي كلها، يعني تغسل الابيض والالوان والملايات لو انا عندي دور كبير يعني ببقى احيانا اشغل الغساله بيبقى عندي كميه هدوم كتير زي ما انتوا شايفينها. الكيس اللي انتوا شفتيه ده طبعا مش هي حبيبه قلبي، مش هيغسل لك الكميه كلها بتاعه الغسيل. فالكميه اللي انا بعملها ديت تغسل لك غسيلك كله، يعني لو الوان اسود هدوم كتير عندك هتغسلها. تمام، هجيب برضو كيسين من البريل، كيسين من البرسيل الجل برضو بيزود الرغوه وكمان بيديها حلوه وزي العسل. احنا كل الهدف من الخلطه ان احنا حبايب قلبي بنزود الكميه معانا. انتوا هتقولي فين التوفير يا جماعه الخير؟ برضو عايزه اتكلم في حاجه. الناس برضو اللي اتكلمت على السمنه البلدي وبتقول فين التوفير يا جماعه الخير، احنا عندنا القشطه، في ناس بيقول لك القشطه عندنا ب 120. جماعه الخير القشطه عندنا انا جايباها ب 190 جنيه. تمام، وغير كده وكده كمان احنا السمنه بتقول السمنه الروابي مهدرجه، انا هحط بقى ايه نص كوبايه من البريل السايل. إيه السمنه الروابي مهدرج حبيبه قلبي، هو اصلا قبل ما انا استعملها وهي متهدرجه اصلا وهي مش بتغلي، هي ساعة ما القشطة بتسيح وكمان السمنة بتسيح خلاص حبيبة قلبي. يعني الدنيا يعني ايه، هي يعني كانت مش مهدرجة وانت اللي هدرجتها؟ لا طبعا، احنا بس بنزود الكمية وبتديكي طعم. بتنفع بقى ايه، بتنفع في الحلويات، بتنفع في الكيكات، بتنفع في القرص، بتنفع في حاجات كتير صدقوني، بتنفع كتير جدا 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 يعني. فاحنا مش كمان مش بنعلم الناس الغش زي ما الناس دخلت على الفيسبوك وقالت الكلام. يا حبيبة قلبي اللي بيغش مش مستنى حد يعلمه، احنا دي حاجه وصفه بتعمليها في بيتك، محدش قال لك اعمليها وروحي بيعها لحد. تمام، هنا بعد ما خلصنا الوصفه ابو محمد قال لي كده ورينا هتستعمليها ازاي، قلت له هستعملها وهتبقى 10/10 وهتبقى زي الفل، وغسيلي هيشفشف ويرفرف، وهوريكم كميه الغسيل اللي على الارضيه، كميه الغسيل اللي على الارض ديت، ولو عندي اكتر منها الخلطه ديت هتكفيني. وكده كده عندنا ملح الليمون في البيت بنستعمله، وعندنا البيكنج صودا اللي هو الكربونات بتاعه الطعميه، والله ما انا عارفه ولاد اتلخبط. والحاجات كل الحاجات اللي انا حطاها موجوده عنده. كده كده بجيب برسيل جل طبيعي لان برضو بغسل بيه الحواض وبغسل بيه الحمام اعزكم الله، فكل الحاجه دي عندي. فانا بزودها بقى، بزود الكميه بدل ما استعمل مسحوق كتير في الغسيل. لا، الكميه اللي انا عملتها دي كده زي الفل. وزي ما قلت لكم برضو ما عندكيش الكحول بلاش منه خالص، ابشري صابونه عشان برضو هنروح نجيب. ما انت لما هتبشري صابونه لا هتحتاجي زيت ولا هتحتاجي كحول، فممكن توفري. انا بقول لك اساس الوصفه اللي انا بعملها. بس يا حبايب قلبي شوفوا اهي، كل ما اشيل واعمل بترغي. بس زي ما قلت لكم عايزه توفري الزيت، ما انتش عندك كحول هاتي صابونه بيضه من 10 جنيه وابشريها واعملي الخطوات اللي احنا عملناها تبقى معاكي زي الفل. هنا بقى هروح اعمل ايه بقى دلوقتي، كان يوسف بصور وابو محمد يقول لي ده هي اللي هتغسلك.
هي ديت اللي هتنضف لك. قلت له اي بس شوف كده. وطب قول لي طب فين الطبق اللي انت كنت بتقولي ان انت اشتلت الصودا بيه؟ والله كان عندي طبق استانلس كنت بعمل بيه بنفس الطريقه اللي انا بعمل بها الكوبايه. شوفوا الغسيل عندي قد ايه، ولسه كمان اهو. اهو شايفين اهو. هنا بقول لكم بقى اغسلوا ونضفوا وحطوا. هنا شوفوا هحط، هو طبعا مش بيترغي كتير علشان تبقوا في الصورة اهو شايفين اهو. وحاطه كميه متوصيه يعني. وهوريكم الطبق اللي كان مصدي، هوريكم شكله ايه. ابو محمد اصر ان انا اوريه لكم، فقلت له من عينيا حاضر اهو. حطوا لايك بقى للفيديو، يا رب الفيديو النهارده يعجبكم ونور رضاكم. والله شوفوا الحتت اللي هي الدواير اللي هي داخله في قلب الطبق دي اللي انا بشاور لكم عليها دي كانت مصديه فعلا. قعدت حطيتها اقلب بيها اهو، وسبت الطبق وخرجت. جيت اغسله، شايفينه شكله عامل ازاي. يعني لو عندك اي حاجه استلس مصدي، معالق مصديه، ممكن تحطيها، تاخدي منها حبه من الخلطه دي وتحطيها. انا هبدا بقى ايه، ابدا بقول لكم، عارف انتوا عارفين انا بقول لكم ما حدش يقول لي انت بتغسلي كل يوم غسيل كل يوم غسيل. اقول لكم اقسم بالله عندي غسيل كل يوم. ربنا يخلي ولادي ويخلي جوزي ويخلينا وادوهم الصحه وطولة العمر ووسخوا واغسلوا. وانا هغسل غسيلي وانتوا عارفين طريقه نشري في الغسيل. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم، وجربوا الخلطه هتعجبكم جدا جدا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، بس ما تنسوش اللايك ودعوه حلوه منكم. ربنا يفك كرب كل من كان